الشارع من جنب جروبي وسط البلد، حالة من التفاصيل مش سهل تتفوت بدون تدقيق. الصخب الكامن في البنايات والبوح في أبواب البيوت، إشارات مرور بهتانة من الزحمة وريح البن عبد معبود، شكل الممرات والشوارع من بعد الساعة 2 بالليل وتلاقي الصحبة في شامبليون، قهوة صالح والخن والتكعيبة وسيمفونية دوشة ما بتخلص، ما فيهاش نشاز قد الونس. هنا شكل آخر للوطن، أسلوب حياة مش مختلف، كادر مميز من الحقيقة، مشهد فريد من نوعه جايز أغلب تفاصيله الدقيقة بتختفي مع لحظة طلوع الشمس، والخلق الفاتحة محلاتها دولة تفاصيل قايمة بذاتها، أفكار مبتكرة ومذاكرة وغنى ومزيكا وكورة وشعر. هتلاقي الضحكة اللي من القلب في الصورة بتطلع دايما حلوة وبدون قصدك، أثناء ما بتشرب شايك أبو نعناع، دخان الشيشة يميل عند القعدة التالية، صوت الكحة مع ابتسامة، ترفع ايدك قصدك آسف وتعود الدوشة كما كانت. أقدر أقول من لحظة ما أخرج من بيتنا والحد الوجهة المقصودة أيا كانت، أرقب وبدقة متناهية حتى الأسفلت، ولقيتني بصفة غير رسمية مدمن تفاصيل كل الأشياء. الشارع من جنب جروبي متفرع من طلعت حرب، من عند نقابة الصحفيين وصولا لميدان عابدين ولحد ميدان التحرير، من الصبح لغاية قبل الفجر، وذكريات مختلطة بالحاضر. نظرة عيون المحتاجين على الرصفة بريئة لكن مؤسفة، حواديت كتير متأرخة في كل تفاصيل الأماكن غير قبل القوانين الحصر. المعذرة يا قاهرة بكل حواريك القديمة وكل أشكال الحداثة، أجمل ما فيك الحالة دي وسط البلد، والكام بنية وكام ولد واللمة حوالين الطبالي ساعة فطار المغربية. العيشة فيكي ممتعة، العيشة فيكي ممكنة، عذرا لكل اللي كتب فيكي الكلام. أنا وحدي سكنك من بعيد وعشقت فيكي كل شيء حتى الزحام. فارس همام بالشعر هكتب 100 سند لو الاختيار متاح لغاية وقتنا. إن اتولد حيث أشاء، اختياري أكيد يكون وسط البلد.